بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. الحمام اللاحم، وعدنا اليكم فيديو جديد عن الحمام اللاحم. الحمام اللاحم واسعار الحمام اللاحم اليومين دول. في طبعا غلط بيحصل معايا في بعض الفيديوهات عندنا او بعض الفيديوهات اللي هي بتظهر في التوقيت ده عن الاسعار القديمة. جوز الحمام اللاحم او زوج الحمام اللاحم النهارده هيبقى باسعار مختلفة جدا جدا على القناة بتاعتنا اللي بقالنا كتير جدا جدا ما نزلناش بفيديوهات عليها، فعشان كده هنتكلم على اسعار الحمام اللاحم. اسعار الحمام اللاحم اللي هي كانت بتبقى ب 200 و250 و300 جنيه، دلوقتي جوز الحمام اللاحم او قص الحمام اللاحم اللي هو البيور، في ناس بدأت تتكلم في 500 و600 و650 جنيه من بعد ما كان ب 300 او ب 250 جنيه، عشان بعض الفيديوهات عندنا بدأت ان هي تنتشر من اول وجديد، فبقي الناس بتتكلم او بتتصل بيا بتسالني عن الحمام اللاحم اللي هو البيور زي ما احنا شايفين. طبعا من اوائل الناس الحمد لله بفضل الله اللي كنا اشتغلنا في الحمام اللاحم زي ما احنا شايفين كده. السلاله بتاعتنا يا جماعه سلاله محترمه جدا جدا، ولكن انا مش طالع ان انا اعمل عرض بيها. انا هتكلم النهارده على الحمام اللاحم واسعار الحمام اللاحم اللي هي متداوله في السوق. طبعا زي ما احنا قلنا كده، اللي بيتكلم دلوقتي بيتكلم لو حد بيبيع مثلا او بيصفي الكميات اللي عنده، السلاكه اللي عنده، فبيبدا بيتكلم في 4 و4 ونص. ده لو 4 كمان و4 ونص، ده بيبدا ان هو كده عايز يخلص من البيعه اللي عنده. في اسعار فعلا متضاربه قويه جدا في السوق، بدانا نسمع اسعار مثلا بتتراوح من 500 ل 600 و650 جنيه لجوز الحمام اللاحم اللي هو شغال. زي ما احنا اتكلمنا، كنا بنتكلم طبعا في فتره من الفترات كده يا جماعه عن الحمام اللاحم، وقلنا الحمام اللاحم ده فعلا هيوصل اسعار فلكيه، وفعلا بالفعل وصل لاسعار فلكيه، والحمد لله كلامنا طلع صح. بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش عن الحمام في الفيديوهات عندنا او في القناه عندنا، فالنهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن كل حاجه بالنسبه للحمام اللاحم، لان الحمام اللاحم في وقت من الاوقات كان بدأ ينتشر عندنا في مصر، ولكن الله يسامح بقى الناس اللي هي بدأت تتكلم، اللي يقول لك ده عنده بيور واللي يقول لك ده ما عندوش بيور. دلوقتي اي حد عايز يشوف ريشه بيضه على الفيس بيبدأ ان هو يجري عليها وعايز ان هو يشتريها باي طريقه. فعلا دلوقتي عليها طلب كبير جدا، ولكن مش متواجده بكميات زي ما كنا في الاول كده، بكميات ضعيفه، او ان هي مش متواجده بمعنى صح. حتى بعض الغواء بتبدا تعرض كميات قليله جدا باسعار كمان خياليه زي ما احنا قلنا. السبب الثاني برضو اللي هنتكلم عليه اللي هو ان احنا بدانا في بعض التجار بدات تلم الحمام بتاعنا، وطبعا طلعوا في بعض الدول العربيه زي مثلا ليبيا او السعوديه، وبدا يشيل كل الكميات اللي في السوق، عشان احنا طبعا بدأنا ان احنا نتكلم زي ما احنا قلنا اكتر ما بنشتغل ونعمل انتاج عندنا. في بعض الناس لسه محافظة على السلالة الحمد لله بفضل الله، يعتبر انا واحد منهم، ولكن مش هقول بقى انا عندي كميات كبيرة ولا حاجة، ولكن محافظ على بعض السلالات اللي كانت عندي. فعشان كده ان انا الحمد لله بفضل الله ما بخرجش حاجة دلوقتي، بحاول ان انا اكتر الحمام بتاعي عشان ابدأ ان انا اشتغل فيه تاني من اول وجديد. واسعار الحمام اللاحم اللي هي جوز الزغاليل وصل ل 300 جنيه و250 جنيه لو اللي هو البطش الذبيح. طبعا الحمام اللي هو بيكون طبعا البلدي بيكون سعره وصل ل 180 جنيه الجوز، فلما تشتري جوز حمام لاحم زغاليل ب 250 جنيه فده يعتبر مظبوط جدا ومحترم جدا بالنسبه للحمام البلدي اللي هو وزنه الجوز يوزن فرد واحد من الحمام اللاحم. والحمام اللاحم كمان من اشهى انواع اللحوم بالنسبه للحمام، ودي عن تجربه. اسعار الحمام اللاحم اللي احنا اتكلمنا عليها وسبب عدم وجوده وسبب زياده السعر بتاعه، عشان برضو بعض الناس اللي هي بدات تتصل بيا وتقول لي انت قايل في الاعلان جوز الحمام اللاحم ب 350، ولما باجي اكلمك بتقول لي ب 600 جنيه. فعلا انا بطلع الجوز اللي هو الشغال ب 600 جنيه، ولكن في الوقت ده انا ما بطلعش حمام،
ده انا بقول كده عشان برضو بعرف اللي بيتصل او بعرفه وبقول له السعر في الوقت الحالي بالنسبة للحمام الشغال وبالنسبة للحمام الشبابات في حدود من 350 جنيه ل 400 جنيه. الجزء الشبابات الزغاليل ممكن تبقى 250 ل 300 جنيه. دي الاسعار يا جماعه اللي انا طالع اتكلم عليها النهارده، وطالع اوضح الفيديو بتاعي اللي هو يتحرك على محرك البحث اللي هو اليوتيوب، وبدا يظهر للناس على اساس ان هو ب 350 جنيه والناس ما بتاخدش بالها من التاريخ وبتبدا ان هي تتصل. فبوضح برضو الحمام بتاعنا وبوضح الاسعار في الوقت الحالي، وبقول ان السعر ده هو سعر السوق في الوقت الحالي. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، بكده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.